بسم الله الرحمن الرحيم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أتاكم أمداد أهل اليمن أخرج جرير بن عبد الله البجلي، اليمن أخرجت أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، اليمن أخرجت أحمد بن منصور الرمادي، اليمن أخرجت إمام الشافعي، اليمن أخرجت أمير الصنعاني، اليمن أخرجت قارئ القرآن. لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. وهكذا أيضا البخاري، وهكذا أيضا يحيى بن معين. الدنيا يتقدمهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وكذلك الشوكاني، وكذلك ابن الوزير. وفي عصرنا هذا الإمام المحدث ابن هادي الوادعي وغيرهم من أهل العلم الذين أخرجتهم اليمن. ولا تزال اليمن زاخرة يا أهل العلم، وهكذا لا يزال تاريخ اليمن زاخرا وحافلا بالعلم والفقه والحكمة والسكينة والوضاء والتواضع. سلام والله لأهل اليمن، وعذرا والله لليمن من أولئك الذين شوهوا تاريخها. أهل اليمن عباد الله هم الذين نصروا الدين، بل قال نبينا إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أتاكم أمداد أهل اليمن. إن أهل اليمن دائما يسيرونهم العلماء ويقودونهم العلماء الكبار الراسخين في العلم دائما وأبدا. أهل اليمن لا يعرفون بالعجلة، ولا يقودهم الجهلة أبدا، سواء في دينه أو في حياته أو في حروبه أو في جهاده، لا يقودهم الجهلة أبدا. ومن ظن أن الجهل سيقودون الأمة على مر العصور هم نكتة سوداء في تاريخ اليمن وفي تاريخ الأمة بأسرها. إني لأذوذ بعصاي الناس حتى يشرب أهل اليمن من الحوض. أهل اليمن هم أول من يشرب حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أهل اليمن، ما الذي يحصل الآن في بلادكم؟ ماذا يقولون يا ترى؟ إنهم يقولون إن جنوب اليمن ليست من اليمن، بل يسمون الجنوب العربي. يقولون نحن لسنا بيمنيين. أقول لهم أف لكم وبعدا لكم وتبا لكم يا من يقول أن جنوب اليمن ليس من اليمن. أما سمعت بالوفود الحضرمية يخرج من حضرموت يذهبون إلى رسول الله ويقولون جيناك من أرض اليمن؟ أما أرسل نبينا أبا موسى الأشعري إلى عدن وإلى أبين، ثم يأتي أولئك الشيوعيون وأولئك الجهل ويقولون أن الجنوب اسمه الجنوب العربي. لسنا بيمنيين. تبا لكم مرات وكرات وعشرات وكرات أن تخرجوا جنوب اليمن من هذه الفضائل ومن هذه المكارم من أجل دنيا، من أجل المستنقعات، ومن أجل الطمع الدنيا وطمع الدنيا. بعدا لكم. أهل اليمن عباد الله هم خيرة أهل الأرض، لسنا بيمنيين كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، فقال عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيرة أهل الأرض. لسنا بيمنيين. تبا لكم مرات وكرات وعشرات يا من أردتم أن تخرجوا جنوب اليمن من هذه الفضائل ومن هذه المكارم. عذرا يا يمن. خطبة للشيخ عبد الله بن حسين بانجوى حفظه الله تعالى.